السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمني بلايك ورايك في كومنت. هتكلم عن مباراة الأرجنتين والمنتخب المغربي الشقيق تحت سن 20، وبجد كل التوفيق للمنتخب المغربي. طبعا مباراة مهمة جدا لأن هي نهائي كأس العالم، وإن شاء الله نتمنى الفوز لصالح المنتخب المغربي الشقيق. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تذكر الله قبل أي حاجة طبعا، وما تنساش تدعمنا بلايك ورأيك في كومنت. وحبيت أوضح جزئية، احنا بنحط الأهداف في الكومنت المثبت تحت عشان إخواتنا اللي بينضموا جديد لو مش عارفين، فحبيت أوضح لكم الجزئية دي. هتنزل تحت في أول كومنت هتلاقي الأهداف في الكومنت المثبت. اتوقع ان شاء الله المباراة دي تنتهي بالفوز لصالح منتخب المغرب الشقيق، ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله. وزي ما شفنا عملوا مباريات كانت أكتر من رائعة، وكان أدائهم في المباريات اللي فاتت بجد خرافي جدا جدا. وأتوقع أن المباراة دي تحديدا منتخب المغرب هيقدم مباراة حماسية جدا جدا، وهيعمل اللي عليه وزيادة عشان يفوز بالبطولة دي، لأن هو فعلا يستحق البطولة دي. فإن شاء الله أتوقع المباراة دي تنتهي بالفوز 3-1 لصالح منتخب المغرب الشقيق بنسبة 90%. واتمنى ان هي توصل لاربعة كمان، ان هم يسجلوا 4 اهداف عشان تبقى مباراة عالمية جدا جدا. انت كمان تقدر تكتب لي في الكومنتات بتتوقع المباراة دي تنتهي كام، وبتتوقع الفوز صالح منتخب المغرب الشقيق ولا بلاش نقول ولا، وان شاء الله نتوقع كل الفوز للمنتخب المغربي. لو وصلت لهنا صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناه توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.